اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جزائري سبورتس في كل مكان. عدنا لحضراتكم مره تانية بعد غياب لفتره طويله، ولكن ان شاء الله النهارده عندنا حلقه هنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا ويهم جماهير الزمالك بشكل كامل، الا هو ارون بونيتزا. ايه تفاصيل التعاقد؟ الراجل جاي مش جاي؟ صفحه النادي نزلت اللاعب بيقول لك هيمشي، هيروح نادي روماني. هنقول كل حاجه بشكل مفصل، هناخد الموضوع بشكل بنود عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه ان اللاعب اصلا ماضي الكترونيا وان الزمالك اتسلم البطاقه الدوليه بتاعته، ده بناء على تعاقد او بند تعاقد مضى عليه اتفاقيه ان هو هيجي وفي شرط جزائي. ولكن المشكله تكمن ان هو عنده 2 وكلاء، واحد في اوروبا وواحد في افريقيا. فاللي في اوروبا هو اللي عمل لغط ده كله، ان هو الموضوع مش هيجي عليه بعائد ولا هياخد فلوس في الصفقه، فده اللي مخلي الوكيل الاوروبي مبوظ الصفقه على الزمالك وعامل قلق كبير. تاني حاجه ان اللاعب اللي في الوكيل زي ما قلت لكم، الوكيل اللي في اوروبا عامل عروض وجايب له كذا عرض وبيحاول يغري اللاعب، واخر عرض جابه كان في نادي في تركيا ونادي روماني اصلا. النادي ده مدربه كان بيدرب بونيتزا قبل كده، فعايز يعمل بينهم تواصل او الكيمياء بينهم تمشي عشان الموضوع يفشل على الزمالك. تالت نقطة ان زي ما قلت لحضراتكم ان الزمالك خلاص بعت تذاكر السفر ورفع التذاكر بتاعة الطيران بعد ما كانت تذكرة عادية بقت كلاس A، وكان هيجي ان هو يوم الاثنين، ولكن الزمالك قال لك تأجل التذاكر، بقت هيجي يوم فجر الثلاث ان شاء الله. الفكرة كلها دلوقتي ان الزمالك عمل رد فعل سريع على الموضوع علشان يلحق الموضوع والصفقة ما تبصي، لان في احد نقدر نقول الدخلاء على النادي ان هو بعت له ملف كامل وكلمه ان الزمالك عنده مشاكل اداريه مع اللاعبين وفي مشاكل مع الفيفا وتسويه حقوق اللاعبين وفي مشاكل كبيره. ولكن الزمالك زي ما انتم حضراتكم عمل رد فعل سريع وعمل اللاعب اجتماع معاه على زوم واتكلم معاه بشكل مفصل ان احنا خلاص كده كان المجلس السابق وده كان كلام اشاعات، احنا حاليا بنعمل الموضوع وغيرنا الصوره الظاهريه عن النادي وما الى ذلك، وبالتالي اللاعب خلاص اقتنع والدنيا ماشيه على ما يرام. اخر حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها ان خلاص اللاعب المفروض حتى الان وهذه اللحظه ان هو هيجي يوم الثلاث بالليل فجر الثلاث، وان الزمالك مخلص معاه كل حاجه. في كلام برضو يقال مش بشكل مؤكد ان الزمالك تكتم على موعد الوصول بالظبط منعا لفشل الصفقه زي ما حصل مع كريم البركاوي. نقطة عايز اوضحها للجمهور، الزمالك مأمن نفسه كويس جدا بالاتفاقية اللي عملها مع اللاعب، ان هي بتحمي الزمالك من حالة واحدة ان هو ماضي على شرط جزائي، وفي حالة توقيعه لأي نادي مهما كان آخر غير الزمالك سيقع عليه اتفاقية شرط جزائي كبير ويتحرم من اللعب لمدة طويلة. كده وضحت لكم الموضوع بشكل كامل، حضراتكم تبقوا عارفين. ان شاء الله الفترة الجاية هنشوف الاخبار هترسى على ايه والدنيا هترسى.